مركز داوتانغ وكل شيء ممول بماله الخاص أو من التبرعات. إنه يسعى لنشر التعليم كوسيلة لمساعدة الذات. ينشون عاصمة مقاطعة نينغشا المستقلة. يعيش هنا المسلمون الهوي أيضا، مع أنهم يشكلون نسبة 20% تقريبا من عدد سكان هذه المدينة. كالشيخ هونغ يانغ يحاول الأهونغ هاي تشانغ تشين مساعدة إخوانه المسلمين وأخواته المسلمات، معتمدا على راتبه وراتب زوجته التقاعديين والتبرعات لتمويل مدرسة داخلية للبنات الفقيرات. 34 طالبة من 5 مقاطعات يدرسن القرآن الكريم واللغة العربية هنا. أريد أن أساهم في التعليم العام وأن أركز على تعليم الفتيات، لأنك إذا أعطيتهن تعليما أفضل فإنك بهذا ترفع المستوى التعليمي لمجموعتنا العرقية كافة. هنا تستطيع الفتيات التركيز تماما على دراستهن. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. الصينية والعربية هما لغة التعليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. يريد الكثير من الآباء المسلمين لبناتهن أن يتعلمن التعاليم الإسلامية، لذا يفضلون إرسالهن إلى مدارس كهذه المدرسة. الرسوم المدرسية باهظة لدرجة أن الأزواج اليافعين يبدأون بادخار المال لتعليم أولادهم حالما يتزوجون. الكثير من السكان الريفيين لا يستطيعون تحمل نفقات إرسال أولادهم إلى المدارس. يا إمام المسلمين يا سندي الله، أنا بعد الله معتمدي الله، فبدون يا وآخرتي الله، يا رسول الله خذ بيدي الله، فبدون يا توجب على شو بينغ البالغة من العمر 15 عاما ترك المدرسة لأن عائلتها فقيرة جدا. التعليم المجاني في هذه المدرسة الإسلامية فتح لها مستقبلا جديدا لم تكن تحلم به. لأنني لم أكن أستطيع الذهاب إلى المدرسة، فكرت أن أصبح فلاحة بسيطة، ثم أتيت إلى هنا، وهذا حدث بفضل الله. في الواقع نحن نستطيع هنا أن نتعلم، ونشعر أيضا أن الله معنا ويساعدنا. نحن شاكرون لله كثيرا. أريد أن أعبر عن سعادتي بكل من اقتنع بديننا بعد أن كانوا مرتابين به. نحن نساعدهم على الإيمان بالله تعالى وأن يتحولوا إلى دين الإسلام. خلال تعلم الفتيات يجب عليهن أن يدركن الأهمية الكبيرة للمعرفة. عليهن فهم أن المعرفة تجعل الحياة مثيرة أكثر ومجزية أكثر، فمن خلال المعرفة فقط نستطيع فهم أهمية الحياة الحقيقية. تتزوج الفتيات وينجبن أطفالا لاحقا، وكونهن أمهات سيصبحن معلمات أطفالهن الأوائل، وسيكون تأثيرهن مفيدا على تطور أولادهن. قرية شيتانغ تبعد 60 كيلومترا عن ينشون. تعيش هنا عائلة الطالبة شو بينغ في هذه المزرعة. والدتها امرأة تعرف ماذا تريد. إنها مصممة على أن تكون لأولادها حياة أفضل من حياتها. العائلة فقيرة ولا تستطيع إرسال أولادها الأربعة جميعا إلى المدرسة. شو بينغ وشقيقتها الصغرى تذهبان إلى المدرسة الإسلامية. الأخت الثالثة لديها وظيفة وترسل بعض المال لعائلتها، وهو يكفي لتسديد الرسوم المدرسية لابن العائلة الوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم.
أخبرنا الإمام بأهمية التعليم بالنسبة لبناتنا، وأنا أيضا أعتقد أن ذهاب الفتيات إلى المدرسة الإسلامية مفيدا لهن ولمستقبلهن، وأنه من المهم جدا أن يتعلمن المزيد عن دينهن، لأنه سيساعدهن في مواجهة مجتمعنا العصري. هنالك الكثير من الشر في المجتمع، وهذا سبب آخر لإرسال لهن لهذه المدرسة. أجل، وليعظمن الإسلام حتى يتبعن طريق الله. نحن المسلمين الهوي نصلي ونصوم ونؤمن بالله، نغطي رؤوسنا ونراعي الشريعة في أمور كثيرة كالنظافة مثلا. الصينيون الهان لا يؤمنون بالله ولا يصلون ولا يصومون ولا يغطون رؤوسهم، إنهم قذرون. كل ما يعرفون هو الأكل والشرب والنوم عندما يكونون جائعين وعطشى ومتعبين، ولكن عندما يكبرون يبدأ التخلف الجسدي والعقلي بالظهور، يصبحون أغبياء. المزيد من المسلمين يضعون بافتخار أغطية الرأس والقبعات هذه الأيام. إنها رمز خاص بهم يشعرون بأنه يجعلهم مميزين، ولكنه رمز يجعل الصينيين الهان يشعرون بالسخط. كون مينغ عاصمة مقاطعة يونان. هذه المدينة المزدهرة والعصرية تتناقض مع مناطق تقع خلف الساحل الصيني. عدد سكان الصين يزيد على 1,200,000,000 نسمة، وفيها 56 مجموعة عرقية تحاول الدولة دمجها جميعا لإيجاد وحدة لا تنفصل. الحكومة الصينية تحاول بإلحاح أن تجعلهم يتوحدون. تصر الصين على أن تواجه نفس مصير الاتحاد السوفيتي. تزدهر الصين كما تزدهر الأقليات، ولكن لكل قطعة نقدية وجهان. اقتصاد السوق حقق فائدة في المقام الأول لأولئك الذين يعيشون في الأراضي الخصبة، لكن في المناطق الأكثر فقرا معدل البطالة آخذ في الازدياد، كما هو شعور الجفاء. قد تكون الصين آخذة في التوسع بسرعة، ولكن بدأت الشقوق تظهر في استقرارها. انتشار التوتر بين العرقيات الصينية احتمال بارز، وهذا وضع خطير. فرغم أن الأقليات 56 تشكل أقل من 9% من عدد السكان الإجمالي، إلا أنهم ينتشرون على أكثر من 60% من مساحة الدولة. العديد منهم يعيشون في مناطق حدودية كيونان. باي مجموعة عرقية صينية أخرى، لها لغتها الخاصة وحضارتها الخاصة وديانتها الخاصة وملابسها التقليدية الخاصة. يعيش في هذه المنطقة أيضا الباي هوي، والذين بالكاد يختلفون عن الباي ميان ليينغ. هاتان الفتاتان أيضا من الباي هوي. سيليمي ماغوي بينغ امرأة ذات مكانة في مجتمعها، مع أنها امرأة فهي أهونغ، إنها قيادية إسلامية. نساء الهوية المسلمات واثقات من أنفسهن كثيرا. كالنساء في قرية جيمينغ أثبتن أن النساء المسلمات يعملن ولا يتأثرن بالاضطهاد ولا يتخاذلن. من أسباب هذه الثقة بالنفس نظرة الإسلام إلى المرأة، والتي تعلي من شأنها وتؤكد على أهمية دورها، فالإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة.
الباي هوي فخورون بتقاليدهم العرقية، يتكلمون لغة الباي وهي لغة تبتية بورمية، لكنهم يعلمون الدين باللغة العربية. منذ أن بدأت الصين سياستها الإصلاحية يتعلم المسلمون الصينيون اللغة العربية. ولدت سيليمي في قرية جيمينغ، حيث درست الصفوف الأولى في المدرسة الحكومية قبل أن تذهب إلى المدرسة الإسلامية. كان جد سيليمي أهونغ مميزا هنا. عاش المسلمون الباي هوي مع الباي منذ 100 سنة. إنهم ينحدرون من الهوي الذين هربوا إلى هنا بعد إجهاض ثورة بانتاي الإسلامية في منتصف القرن ال19. وتأقلم السكان مع عادات الباي دون أن يفقدوا هويتهم الخاصة كمسلمين. تقوم ميان لي يانغ وابنها بدراسة القرآن مع سيليمي. بهذه الطريقة تساند الأهونغ الشابة مجتمعها وتساعد في المحافظة على التعاليم الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. بعض الناس هنا جاءوا من الباي، لكن الأغلبية في هذه القرية هم مسلمون من الهوي. يعيش الهوي والباي جنبا إلى جنب. نحن الهوي لا نذهب إلى أماكن عبادة الباي، وليس لنا أي علاقة بعاداتهم التي تسيطر عليها الخرافات كقراءة البخت. لديهم عاداتهم ولدينا عاداتنا. إنهم لا يشاركون في شعائرنا الدينية ولا نشاركهم شعائرهم. نحن نمارس معتقدنا الخاص بنا، وهكذا حافظنا على هوية هوي لمدة قرون. إذا حضر واحد منا احتفالات الباي أو الهان المؤمنة بالخرافات فإنه يعتبر خائنا. هذا الشخص لن يكون بعد الآن واحدا منا. بينما يصلي الرجال تجتمع نساء جيمينغ في صلاة خاصة بهم. هؤلاء المسلمات يختلفن عن غيرهن من مسلمات الصين، فلديهن مسجدهن الخاص والأهونغ الخاصة بهن وهي سيليمي. الله أكبر. كونها أهونغ أي فقيهة فإن واجبها أن تؤم الصلوات. علي أن أكون قدوة حسنة، وأنا أصلي كل يوم وأتجنب فعل أي شيء تنهى عنه تعاليمنا الدينية. يتوجب علي الصوم وإخراج الزكاة والمساعدة في إقناع الخارجين عن الدين ليتحولوا إلى الإسلام. لم يكن يسمح لنا بنشر معتقداتنا، ولهذا السبب عاداتنا غير مألوفة للعديد منا. أريد أن أوضح ما معنى الإسلام وما معنى أن تكون مسلما لغير المؤمنين بديننا. لن يستطيع هؤلاء الناس أبدا معرفة الحقيقة عن الإسلام دون إيضاحات منا لهم. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ستوفنا مسلمين حقنا بسرين الرب البر والرحمة وتهل الرحمين. سنيتا قبلين ليا. يوجد قول مأثور عند الهوي
جميع الهوي يشكلون عائلة واحدة تحت سماء واحدة، لكن كيف اكتسبوا هذا الحس القوي بهويتهم؟ بعد إعلان قيام الجمهورية الشعبية صنفت الدولة الصينية مجموعاتها العرقية وطبقت مبادئ ستالينية لتعريف العرقيات. كان يجب على كل أقلية عرقية أن تفي بالمعايير التالية: مساحة مشتركة، حضارة مشتركة، حياة اقتصادية مشتركة، ولغة مشتركة. بتطبيق هذه المعايير التأهيلية، ومع أن الحكومة كونت عددا من العرقيات المصطنعة، تم الاعتراف بالمسلمين الهوي كعرقية رسمية. ساعدهم هذا في الحصول على هوية مشتركة في كل أرجاء الصين. بالنسبة للهوي لا تنفصل هويتهم عن معتقدهم الإسلامي. هناك دلائل على ازدياد الثقة بأنفسهم، حتى النساء المسنات عادوا إلى المدارس لتعلم اللغة العربية. جنازة في جامع شيغوان. الشعائر تساعد أيضا في تعزيز هوية المسلم، وخصوصا الشعائر المتصلة بدورة الحياة. العديد من المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني يدعون بأن الهوي لا يمارسون عقيدة، فممارساتهم عادات عرقية فقط. يدعون أن عددا قليلا من الهوي متدينون حقيقيون. الضغوط الآتية من السلطات الحكومية تشمل الجميع. نحن نؤمن بالله، كلام الله مقدس بالنسبة لنا. جاء في القرآن أنه يجب علينا إطاعة الله والأنبياء وقادتنا. يجب علينا إطاعة هؤلاء الذين يقودوننا في الدولة وفي المقاطعة وفي المجموعة. الشخص الذي لا يفعل هذا ليس بمسلم صحيح، وعدم الإطاعة هو خيانة الله. الصين دولة متعددة العرقيات. إذا أردنا المحافظة على تقاليدنا كمسلمين، يجب علينا أن نحب ديننا وأن نحافظ عليه في كل ممارساتنا. يجب علينا أن نحب ديننا ووطننا. لا يريد الإمام حسن وان جوي رؤية الإسلام يندثر في الصين، لذا يطرح انتقاداته بغموض حذر. المراقبون السياسيون موجودون دوما، لقد رافقونا طيلة تصوير هذا البرنامج. ما كان يقوله حقيقة هو أن يقوم المسلم الصالح أولا بإطاعة الله وأولي الأمر من القادة الدينيين، وبعد ذلك يأتي القادة السياسيون. على كل الأحوال، إذا أراد مسلمو الصين الاستمرار في ممارسة عقيدتهم، فعليهم أن يخضعوا للحكم الشيوعي على ما يبدو. لا يوجد حتى الآن سبب يدعو للخوف من اندثار الإسلام، لكن كيف يبدو مستقبل مسلمي الصين؟ إذا لجأت الحكومة مرة أخرى إلى سياسة أكثر رجعية كما فعلت خلال الثورة الثقافية، سيخسر المسلمون كعرقيات الصين الأخرى. وإذا بقيت الحكومة على طريق الإصلاح، فمن الممكن أن تجتذب دعم الشعب الصيني كله وأن توحده دون استخدام العنف. السلطة المركزية للحكومة الصينية تظهر بوضوح في ساحة تيانانمن في بكين. التحكم السياسي واضح جدا في باقي أرجاء الدولة. لقد استطاعت قوة الدولة أن تبقي شعوب الصين موحدة حتى الآن. مع ذلك تمثل التوترات العرقية تهديدا حقيقيا. مع أن مسلمي الصين محبون للسلام ولا توجد لديهم نية لخوض حرب، إلا أنهم متمردون صامتون يرفضون التخلي عن دينهم.